أهلا بيكم في تمثيل حريف مع شريف. في زملاء ممثلين جدد بيبعتوا لي سؤال بيكرر كتير قوي، وهو يا شريف لما نيجي نتعامل مع كاركتر هنمثله نستخدم أني أسلوب في تمثيلنا؟ هل أسلوب ستانسلافسكي ولا أسلوب لي ستراسبرج ولا أسلوب مازنر؟ الإجابة إن أنت لازم تشوف الكاركتر اللي أنت هتلعبه مكتوب إزاي، والمخرج عايز ينفذ الكاركتر ده على الشاشة ازاي، وزملائك اللي حواليك هيمثلوا هم كمان ازاي. لان انت مش هينفع تبقى بمعزل عن الورق ولا المخرج ولا طاقم التمثيل اللي حواليك. وممكن جدا جدا ان انت تستخدم اي اسلوب من دول متفرد او تستخدم التلاتة مع بعض. وباختصار الثلاث اساليب اللي احنا بنستخدمهم: اسلوب ستانسلافسكي وده بيعتمد على استحضار المشاعر والمخزون من الذاكرة علشان تتعامل مع الشخصية. اسلوب لي ستراسبرج بيعتمد على انك تتقمص كل جوانب الشخصية شكلا ومضمونا. اما اسلوب مازنر فبيعتمد على التلاحم والتكاتف بين أفراد الطاقم التمثيلي عشان كلهم يؤدوا مع بعض أدائهم التمثيلي بسلاسة وجودة عالية.